أندريا روتروفسكي، بنت عندها 12 سنة، ماتت بعد ما طلعت فوق سور البلكونة ووقعت وهي بتحاول تاخد صورة سيلفي. الكلام ده سنة 2016. وقبلها بكام شهر أنا أرسو وهي بنت تانية ماتت بعد ما طلعت فوق محول كهرباء قريب من موسكو عشان تاخد صورة سيلفي، لكنها اتصابت بصدمة كهربية شديدة وماتت. وفي أسبانيا مات 2 رجالة سنة 2018 بعد ما وقعوا من ارتفاع 12 متر لما حاولوا ياخدوا صورة سيلفي. وفي مدينة ليون بنت عندها 20 سنة ماتت بعد ما وقعت من رفعة كانت طلعتها عشان تاخد صورة سيلفي. عرفت موضوع حلقة النهاردة عن إيه؟ السؤال هنا، إزاي ممكن تتحول متعة تصوير لحظة جميلة لنشاط بيهدد الحياة؟ وليه ممكن نخاطر بحياتنا لمجرد إن إحنا ناخد صورة ننزلها على السوشيال ميديا عشان شوية لايكات وشير؟ هل السيلفي موضة بنواكب بيها العصر؟ ولا ممكن يكون وراء أسباب نفسية؟ ومين بيتصور سيلفي أكتر في رأيك؟ الرجالة ولا الستات؟ كوباية القهوة بتاعتك وخليك معايا. أنا أحمد طه وأنت بتسمع الخلاصة. صديقي العزيز، أهلا وسهلا بيك في حلقة جديدة من الخلاصة. في دراسة حديثة قالت إن من 2011 ل 2017 مات أكتر من 250 شخص وهم بيحاولوا ياخدوا صور سيلفي، واتنشر البحث في مجلة طب الأسرة والرعاية الأولية الهندية. وعلى فكرة الدراسة دي ضمت الحالات المبلغ عنها بس، لكن الباحثين قالوا إن الحالات اللي ما اتسجلتش ممكن تكون أكبر من كده بكتير. وصرحت دكتورة علم النفس تريسي ألوي إن مش شرط التقاط الصور السيلفي هو السبب في موت العدد ده كله من الأشخاص، لكن في أحيان كتير سلوكيات الأشخاص نفسهم وهم بياخدوا صور السيلفي في أماكن خطر هو ده اللي بيكون السبب. حاولت دراسات نفسية كتير تحدد ليه الناس متعلقة قوي بصور السيلفي، وكشف موقع Psychology Today إن في 5 أسباب هم اللي بيخلوا الناس مقبلين على تصوير الصور السيلفي، وهم بالترتيب من الأكتر للأقل: النرجسية، المشاركة والتواصل ما بين الأفراد وبعضهم، استخدامها بشكل وظيفي في إنك تحطها في بروفايل أو حاجة معينة هتقدم فيها، تعزيز الشعور بتحسن تجاه النفس، وأخيرا بتصوير عشان تحفظ الذكريات الجميلة. وخليني أحكي لك الموضوع من أوله. أول صورة سيلفي معروفة في التاريخ كانت من نصيب روبرت كورنيليوس من فيلادلفيا، وهو أخد أول صورة من النوع ده سنة 1839، وفي سنة 2013 تم إدخال مصطلح سيلفي في قواميس أكسفورد. أما بقى في سنة 2014 انتشر استخدام عصاية السيلفي وبقت واحدة من أكتر المواد مبيعاً على مستوى العالم. ورغم ان الاختراع نفسه موجود من 2011، لكن لما نزل الأسواق وقتها فشل ذريع جدا. وفي سنة 2014 كشفت وزارة النقل الأمريكية إن 33,000 شخص اتصابوا في حوادث لأنهم كانوا بيسوقوا وهم ماسكين تليفوناتهم وبيحاولوا يتصوروا في نفس الوقت اللي كانوا بيسوقوا فيه. طب إيه اللي خلى السيلفي موضة منتشرة قوي كده وبيخلي الناس بتجري وراها بالشكل الرهيب ده؟ قالت الدكتورة ألوي إن اللي بيخلي الشخص العادي ياخد صورة سيلفي هو الدوبامين، والدوبامين معروف بهرمون السعادة اللي بيساعد على تعزيز الإحساس بالثقة بالنفس. فلو الشخص اتصور صورة سيلفي ونزلها على مواقع التواصل الاجتماعي وخدت لايكات وإعجابات كتير، ده بيشجع الشخص ده إن هو يكرر الفعل ده مرة ورا التانية ورا التالتة. ووفقا لصحيفة الصن البريطانية، فطبقا لآخر إحصائية إن الرجال بيتفوقوا على السيدات في معدل الوفيات بسبب صور السيلفي. فمن إجمالي 259 حالة وفاة مسجلة بسبب صور السيلفي، مات 153 راجل. وقال الدكتور أغام بنسال من معهد الهندي للعلوم الطبية واللي مشرف على الدراسة إن صور السيلفي مش مؤذية بحد ذاتها، لكن السلوك البشري المصاحب ليها هو اللي بيشكل مصدر خطورة. من بين حالات الوفاة دي لقى الباحثين إن الغرق هو السبب الرئيسي، بيجي بعديه حوادث النقل والسقوط من أماكن مرتفعة، وممكن بقى مهاجمة حيوانات أو استخدام الأسلحة النارية أو الصعق بالكهرباء في الوقت اللي الناس بتاخد فيه صور سيلفي. وبالرغم من اعتبار ان روسيا من بين الدول اللي بتشوف اعلى معدل حوادث سيلفي مميتة، الا ان في الفترة من 2011 ل 2017 كان نصيب الهند من وفيات السيلفي بس 159 شخص. وعلى فكرة ضرر السيلفي موقفش لحد هنا، ففي أغسطس 2018 اتسبب سائح نمساوي في إتلاف لتمثال بيرجع للقرن ال19، وده في الوقت اللي هو كان بيحاول ياخد فيه صورة سيلفي جنب التحفة دي اللي نحتها النحات الإيطالي المعروف أنطونيو كانوفا، وبالتالي اتسبب في خسائر لا تقدر بثمن. صور السيلفي اتحولت لموضة بتغزو العالم، وبقت الناس بتتنافس إن هي توثق كل لحظة في حياتها عشان تنشرها على موقع التواصل الاجتماعي. لكن اهتمام الناس بالسيلفي حوله من متعة لنوع من أنواع الهوس ممكن يوصل للموت. صحيح إنك تسجل اللحظات الحلوة في حياتك هيخليها ذكرى تعيش معاك على طول، لكن الأهم من تسجيل اللحظة دي إنك تعيشها فعلا، تستمتع بيها وبكل تفاصيلها، مش مجرد صورة عشان تاخد بيها إعجاب ولا 10 ولا 100. المهم
استمتاعك انت. لو وصلت لحد هنا وعجبك الموضوع، ما تنساش تعمل شير للحلقة وتشوف الحلقات اللي فاتت وتتابع الحلقات الجديدة وتنزل تبص على المصادر. ولو بتتابعني على صفحة الفيسبوك أو على صفحة البودكاست، ما تنساش اللايك والشير وتعمل اشتراك على القناة لو بتتابعني على اليوتيوب عشان يوصلك الفيديوهات أول بأول. كنت معاك أنا أحمد طه، وانت كنت بتسمع الخلاصة.